المشكلة اللي معانا بتقول جوزي مدمن أفلام مش كويسة على النت. جوزي شخص وظيفته محترمة ومرتبه كويس جدا، اتقدم لي عن طريق ناس معرفنا، والخطوبة ما طولناش فيها لأن كل حاجة كانت جاهزة. ومن أول ليلة جواز وأول ما دخلنا البيت ورحنا أوضتنا لقيته فتح فيلم مش كويس وقال لي تعالي معايا اتفرجي. طبعا اتكسفت واتخضيت وقلت له ايه اللي انت فاتحه ده؟ قال لي عادي، فاتح ايه؟ انت مراتي وحلالي، تعالي اقعدي اتفرجي معايا. طبعا رفضت، ومع اصراري قفل الفيلم. ومن ساعة ما اتجوزنا مش بيفوت يوم غير لما يتفرج على الافلام دي، ومفيش مرة حاجة تحصل بينا كزوج وزوجة غير لما يتفرج. وانا بقيت مخنوقة جدا من اللي بيعمله ده، وبتعارك معاه باستمرار عشان الموضوع ده حاسة انه بيغضب ربنا، وانا مش عاوزة اعيش مع راجل بيعمل كده. واخر مرة لما تعاركت معاه عشان الموضوع ده غضب مني وقال لي انا لازم اتفرج على الحاجات دي عشان اصلا انتي ست باردة، لو ما اتفرجتش عليها مش هقدر اقرب ناحيتك اصلا. كلامه جرحني قوي، مش عارفة اعمل ايه معاه. انا بجد اتخنقت ومش قادرة اكمل حياتي بالشكل ده، انصحوني اعمل ايه؟ المشكلة من الاصل مش عندك، يعني انتي بتقولي اول ما دخلتوا بيتكوا ودخلتوا اوضتكوا في اول ليلة جواز كان عاوز يتفرج على النوعية دي من الافلام معاكي، يعني هو اصلا مدمن الفرجة على النوعية دي من الافلام. الموضوع ملوش علاقة بيكي كست ابدا، مش زي ما بيقولك انا بعمل كده عشان انتي مش عارف ايه. المشكلة عنده هو. جوزك محتاج علاج نفسي، محتاج حد يساعده. الناس اللي بتتفرج على النوعية دي من الافلام بيبقى عندها ادمان، صعب جدا ان هم يرضوا بالحياة العادية او العلاقة الزوجية العادية، دايما بيبقى باصص اللي بيشوفه واي حاجة مش بترضيه، عشان كده دايما بيحاول يتفرج على الحاجات دي باستمرار. حاولي تتكلمي معاه بالراحة، بلاش تشدي معاه في الكلام وتحولوا الموضوع لعركة. حاولي تقنعيه ان هو لو مش عارف يبطل فرجة على الافلام دي والموضوع فعلا فوق قدرته ان هو محتاج حد يساعده، روحوا لدكتور نفساني. فهمين ان الموضوع ده هيأثر على علاقتكم ببعض، ممكن يدمر حياتكم الزوجية. متهيألي لو اتكلمتي معاه بالراحة ممكن يقتنع ويروح معاكي. ده رأيي وشوفي رأي الناس.